السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الإخوان الأخوات متتبعين قناة خديجة أنصار بلوغ.
حتى تشرب الماء كامل وتبقى خاتره. ها نتوما كتشوفوا اللوين ديالها كي داير غزال، اللوين ديالها فن واعر، ما تحتاجوا ديروا فيها لا تحميره لا ملون لا خرقوم لا حتى شي حاجه. هكا غتبقى طبيعيه، الفلفله ومطيشه والملحه فقط. وغنزيدوا الزيت في المرحله الاخيره بالنسبه اللي غادي نخليو في القرعات في القراعي. اما بالنسبه اللي غادي ندير في الكونجيلاتور ما غاديش ندير فيها حتى شي حاجه، ما نزيد فيها حتى شي حاجه، نخليها هكاك. المهم بقاو معايا حتى تشرب وتولي خاتره، وغادي نرجع معكم ان شاء الله. من بعد ما شربات وخترات كما كتشوفوا هنايا، وانتم تقدروا تخليوها تختار اكثر من هكايا. هانتوما كتشوفوا على لوين فيها طبيعي 100%، زوين حميمر. دابا غادي نعمر هاد الطويصات اللي والله ما عارفه كي كيقولوا لهم، ونعمر هاد جوج قراعي. وديك الساعه غادي ندوزو للمرحله المواليه. هانتوما تشوفوا البنات من بعد ما عمرت هاد الطويصات هادو وعمرت هاد جوج قراعي من طبيعه الحال، من بعد ما غسلتهم مزيان وشفتهم وشللتهم شويه ديال الخل. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش متوفرينش عندهم هاد الطاسات هادو ولا شي مولات اخرين بشي شكل اخر، تقدروا تستغناو عليهم بالمره وتستعملوا بحال هذه. انا كنت وجدتها قلت ربما انها غادي تشط لي، غادي ندير بها طريقه اخرى اللي ممكن ديروها نتوما بالنسبه اللي ما عندوش هادو. شي هكا شي حاجه مربعه ولا مستطيله ولا شي حاجه كما كانت، تفرشوها ببلاستيك الغذائي وتخويو فيها لاصوص ديالكم، المطيشه ديالكم والفلفله، وما تكونش غليظه بزاف، يعني تكون رقيقه، وديروها حتى كتكون جوله، وديك الساعه تقطعوها طريفات. بالنسبه لي انا عندي هادو متوفرين، يعني صافي عمرت هادو وغير هذا غير غادي يجمدوا، غادي نخويهم. المهم غادي نتلاقاو من بعد ان شاء الله فاش غادي نديرهم دابا في الكونجير وجمدوا ونجبدهم ان شاء الله، ونتلاقاو في المرحله الاخيره. هانتوما البنات من بعد ما درت هاد الطاسات هاد البواطات هادو درتهم في الفريغو جمدوا. دابا جبدتهم ان شاء الله غادي نخويهم في واحد في هذه، نخويهم هنايا ونجمعهم ديك الساعه في بلاستيكات ونردهم للفريغو حتى ما احتاجيتهم غادي نجبدهم. ومن طبيعه الحال صالحين تصلح ديروها في الحريره، في لي بات، في اللوبيا، لي ديس. الكونجيلاتور حتى نحتاجهم ونجبدهم. ووصلت للنهايه ديال الفيديو، نتمنى انه يعجبكم وتستافدوا منه، واللي استفدت من هذا الفيديو هذا تخلي لي واحد التعليق زوين وواحد اللايك على الفيديو. وللناس اللي مازال ما اشتركوش معنا كنتمنى يشتركوا معنا ويدعمونا
باش نزيدو نحطو فيديوهات اكثر واللي غادي يستافد منهم الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.